رجاله عاملين ايه؟ كله قلصته. الجناب والإخماه يريد أن يستسلم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. المهم يعني ان انا اكتشفت لعبه وسخه من العاب الماسونيه. اكتشفت ان هم بداوا يغيروا الانفلونسرز، يعني مثلا بسنت دينار شالوها خالص وبقت جبوله العسوله، وغير بسنت بقى في مريم مثلا. مريم اتغيرت وجابوا بنت تقريبا من نفس القريه من نفس الفصيله وحطوها مكانها. طب بسنت دينار ماشي منطقيه ليها، عرفنا نحط لها في السياق، يعني هي كانت في فتره كده كل الانفلونسرز بيعملوا اعلانات لحاجات مقاطعه بعد ما كانوا بيقولوا قطعوا وكانوا عاملين فيها مش عارف ايه، وهي كانت في نصهم كده، فعرفنا نلاقي لها سكه. يعني هي بصراحه اتكنسلت عشان شكلها مش عاجب الناس، يعني هو ده السبب الحقيقي، بس احنا عرفنا نلاقي لها سياق. لكن ليه مريم اقوى ابجريد عملت اعلان لسموزي بارادايس، وبعدين جبنا واحده نفس الشيء، جبنا بنت من نفس الميك اب، نفس الخد، نفس الفيلم، بس الست كانت موجوده يعني والدنيا ماشيه وبتعمل اعلانات في القرى والاقاليم والدنيا حلوه. محمد طارق اكيد دلوقتي انت ما بتسمعش عنه، اكيد دلوقتي هو مختفي بالنسبه لك، بس الفكره ان هو محمد طارق ما غيرهوش، هم جابوا برده محمد طارق، يعني هم جابوه هو بس قعدوا من بتاع مثلا بتاعت الشاورما دي شالوا بتاع 150 كيلو. المهم دلوقتي انا معايا العفويين الجداد، مفهومش ملكه العفويه عشان بتتقمص. انا اسف. اهم حاجه يا رجاله ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. اول بنت معايا هي البنت العفويه دوبلير بسنت دينار، جبوله العسول، افضل نسخه عرفوا يعملوها من بسنت بيسو القمر. رحلة ادراك ان انا شكلي بالطرحه احلى من تربونه. وشكرا، مش عايز منك حاجه. اصوات عفويه بقى بتطلع، بص يعني. هنبدا بقى هتشخر لنا دلوقتي في بقى كميه عفويه بتطلع، بس هي مش بتتكلم عادي، هي مش طالعه تقول حاجه احنا كده. معلش محتاجين نركز في حاجه، عارف انتوا مش عارفين تتفرجوا على الفيديو، بس في حاجات كتير قوي ما ينفعش تفوتنا والله. بصوا في كام بوزيشن اتعمل ده كله عشان لو في سكرين شوت واحد طلع يعني ينفع تحط صوره بروفايل. بص ده بدايه كده، ده تاني حاجه. رحلة ادراك ان انا بص لا ايه كده، انا مش عايز اجرب ده على نفسي. طب ناس العيشة حبيبي مدينة أحلى حشيشة، أعصابي واقفة معاكوا على ريشة، فبلاش تتحطوا معايا. شكلي بالطرحه طب ناس العيشة احلى من تربونه. ده اتعمل من شويه، شفناها. احنا كده ناخد قرارات غلط في وقت غلط ونرجع نندم عليها طب ناس العيشة بعدين، بس لا، ايه ده؟ ايه انا اسف بس انت ليه عملتي كده دلوقتي؟ بس لا انت بتعملي حاجات وحشه قوي، بتعملي حاجات كتير وحشه. المهم ان انا يعني شكلي حلو في الاتنين. ست تنزل عسل والله، احلى من بسنت الدينار. اختلاف الاراء لبارة السلع. انتي سلعة انا سلعة، انا سلعة لا انت مش سلعه، كبرهاش في حق نفسك، ماليش على نفسك كده. اقصد انت احسن من كده، انت احسن من بسنت دينار. ربنا يحشركم مع بعض. عمال اقول حاجات غلط، انا اسف والله العظيم. بقالي كتير ما صورتش على فكره، بقالي كتير بقعد على القهوه فبقعد اشتم وبقول اللي انا عايزه يعني، فدلوقتي انا بحاول اخرج من الجو طب ده. ناس العيشة احترام، ايمج، وزاره لازم كل الحاجات تبقى في دماغك. يعني هو ده اللي انتوا لابسه لهم متشيكه، هي دي الاشكال اللي بتيجي بعدي يعني ايا كان الاشكال، هل هي بتقول مثلا حاجه اوحش من بعدي؟ هي دي الاشكال اللي بتيجي لذيذة قوي. لا كده معلش كده. لذيذة. تعرف لك كومنتس اكيد لازم انت في 19 ثانيه عملت فيهم الكبائر كلها. الحاجات دي حرام، كل اللي انت عملتيه ده حرام، كل ده. يا نهار اسود. اوكي. لا ما تعمليش كده، اقسم بالله هعيط. استني طيب، انا تقريبا بدات غلط. انا جبت البت دي في الاول وده غلط. انا قبل ما اذبح. لسه ما خلصتيش، فاضل 3 ثواني هتعمل فيهم كارثه اكيد. ربنا ده كده نص. يا نهار اسود، البت دي ضيعتني، اقسم بالله البت دي دمرت مستقبلي، وقعتني في الغلط. اول مره حد يوقعني في الغلط، كنت بقع فيه لوحدي الاول. البت دي بتستخدم الانترنت استخدام سيء. اهلا بيكم في فقرة مع جبولة في الدولاب. يا نهار اسود يا نهار اسود.
جابوا لك هتقع في الدولاب يا بجد. لهوي جابوا لك هتقع بجد. مش حاطه لينسز، مش حاطه فلتر، مش حاطه ميك اب. استنى انت، يا نهار اسود كمان. ايه اللي انا شفته ورا بعض ده؟ انا مش عارف اركز، انا خايف، انا معمول عليا جنج. يا نهار اسود والله. يا نهار اسود، جابوا لك هتقع في الدولاب بجد. هنرصها مع بعض، يلا بينا. انت العفويه اللي عماله تعمليها دي، لو السما اللي انا ما ينفعش اتكلم عنها سمعت عنها ممكن تسوح عليكي تريبلز، يعملوا عليكي فيديو رياكت. طبعا كل شنطه من دول ايه بقى؟ انا مش عايز اعرف والله. جايبه الشنطه دي من ايه؟ الشنطه دي اصلا ايه ده؟ محدش كده عايز يعرف الشنطه دي منين يعني. حسب الله ونعم الوكيل في اي حد عايز يعرف الشنطه دي منين. حطنا يا جماعه تلاعه، احنا جاينا. حد عارف اللغه دي صح يا جماعه؟ حد قاطع على اللغه دي؟ استنى ده احنا لقيتنا طين النهارده. حطنا يا جماعه تلاعه، احنا حطنا يا جماعه تناعه. دي لغه العيال اخترعوها في الشارع، في الاماكن اللي هي مش العشوائيه، الاماكن اللي هي في كل يوم واحد فيها بياخد مثلا طلقه في دماغه ومحدش بيسمع عنه، ما بينزلش في الجورنال حتى. اللغه دي مؤخرا بدات اشوف كده تيك توكرز معينين بيتكلموا بيها، بنات اللي هم بنات كده اللي هم كانوا مسؤولين في السناتر حياتهم بيعوموا في الشيتوس ومعاهم على طول كوبايه ايس كوفي كده جواها ميه اندومي. اهي والله دي اول واحده. بطلي تقليد. طب لطيناها يا حبيبتي نتي. حطنا يا جماعه تلاعه. هم بيتخانقوا، دي الافكار اللي هم بيتخانقوا عليها. دي لغه كده اسوأ من لغه الديب ويب والحاجات بتاعت زمان دي لو حد فاكرها يعني. دي لغه كده محدش يعرفها يعني. دخلوا مثلا اكتر من 3000 جنيه ولا 3000 جنيه حد زي انا كده، انا في الحته دي يا عم. حطنا يا جماعه تلاعه، احنا جالنا جيف. جالكم جبت من عند مين؟ سيتي كريب صح؟ جالنا جيف. بص بقى، انا قررت ان احنا هنهتم ببشرتنا كلنا، مش انا لوحدي. لا انا مش ههتم بصراحه، فاكس مش عايز اعرف. خلينا مع الست الصعبه. جبوله الصعبه فين؟ حبايب قلب جبوله، يلا نلعب مع بعض لعبه. نزلي صبعك لو انت لسه مستنياه يرجع. نزلي صبعك لو انت لسه بتستوكي عليه، يعني بتراقبيه. نزلي صبعك لو انت لسه هي دي اللعبه. دي فكره، ده مش فيديو عادي، مش فيديو عفوي. دي فكره. هي قعدت بالليل تقول انا عايز اعمل بكره فكره مختلفه، انا هخلي البنات تنزل صوابعها. نزلي صبعك لو انت لسه بتستوكي عليه، يعني بتراقبيه. يعني بتراقبيه عشان انت لو انت برضه من كوره او من اقاليم وكده، لو انت من كفر هرمس، من العياط، لا الناس اللي بتطرطر في الشارع دي، لو انت من الحته دي يعني تبقى فاهمه بتستوكي عليه يعني تراقبيه يعني. يا فلاحه انت لابسه ايه الجلابيه اللي انت لابساها دي؟ انا جدي ما كانش بيلبس الجلابيه دي. بتاع منين اصلا؟ الجلابيات دي بتتفصل يا جدعان، ما بتتباعش طبعا. على دماغنا الصعايده طبعا، على دماغنا تصعيد الامور طبعا. في بقى البنت اللي هي بديله مريم، مش عارف استاذنوا مين قبل ما يبدلوا مريم، بس عادي. شوفاني شويه بس. في الاول كانت بتتكلم معاها عادي، بتقول لها مش هتنامي، قالت لها شويه بس يا ماما الشمس. بص الشمس، في شمس ضاربه في عينيها، دي اضاءه شمس مش اضاءه عاديه. مش كانها ركبت على طول. بتلقط اسرع من البلوتوث. بالنجمتين بتلقط اسرع من البلوتوث. الفيديو ده جايب 726,000 لايك، مش فيوز لايك. اللايكس دي انا عمري ما شفتها في حياتي يا عم. ريبوست حاله ترك دخل في عيني. هو حاله ترك عامله ريبوست ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل في MC3، حسبي الله ونعم الوكيل في عيش سفاري، سبونج بوب في البتاع المربع اللي في MC3 اللي كان بيقعد يتشقلب ويطلع. طالعه قافله المروحه، مش حاطه لينسز، مش حاطه فلتر، مش حاطه ميك اب في الفيديو ده. يعني ايه علاقه انك قافله المروحه بالموضوع؟ يعني طالعه قافله المروحه يعني؟ هو الواحد لما بيفتح يشغل المروحه بيبقى شكله احلى؟ من غير اي حاجه، بكل احترام، عشان هي بتحبني ونفسهم يعرفوا الشخص اللي بيحبوه ده شكله ايه من غير اي حاجه بيحطها. تحط كريم برضه عشان تعرفوا ان هي مش ميك اب، مش حاطه ميك اب ولا اي حاجه. ده الطبيعي بتاع البشره الزجاجيه. برضه مش تبقى عمرك نص مريم، عمرك ما تبقى نص مريم، عمرك ما تروح سموزي بارادايس. الو يا لهوي ازيك يا عديل؟ الواد ده طالع طبيعي برضه، مش حاطط فلتر ولا اي حاجه. ازاي امي عامله ايه؟ سلم عليك يا اخويا. يا بنت بالله العلي العظيم الاجواء عندي هنا خربان. ايه ده؟ انا مش مسافر بره، ده انا رحت جهنم. البنات هنا ماشيين ذنوب ماشيه على الارض، شكاير ذنوب ماشيه على الارض. انا امي عامله ايه؟ تاخد الدواء؟ هو انا مش بعت لكم فلوسه؟ ايه اللي زنك؟ يا ابني انت عمرك ما هتمثل يا ابني. يا ابني انت عمرك ما هتطلع في فيلم ولا مسلسل يا ابني. مفيش اي حد على النت هيمثل يا جدعان. لازم كلنا نتفق على الموضوع ده. في ناس قليله قوي اللي هتمثل، انتوا مش منهم. هيبقى عمره ما هيشوف كاميرا في حياته، هيفضل طول عمره بيصور بالموبايل. ولو مثل هيبقى عشان طلع ترند فتره الناس بتتريق عليه، وهياخد 25,000 جنيه مثلا وهيعمل فيلم ابن بعدها يتحبس. طب وانت ليه يا اسطى؟ اعمل تيك توك عادي. الفلوس اللي ابعتها للعلاج تروح للعلاج، والفلوس
الفلوس اللي ابعتها لشوارك تروح لشوارك. يا ابني ما دي حياتك الحقيقيه يا ابني، انت بتمثل ليه؟ عادي يعني، دي حياه اي حد الحقيقيه، اكيد الناس كلها بتساعد اهلها صح؟ انا هعمل لكم راندوم فلوج تاني ايه النهارده. ده؟ يا جماعه هعمل لكم راندوم فلوج تاني النهارده. بصوا مين ايه ده؟ ايه ده؟ ده مين ده؟ معلش مين ده؟ ميجو ويجز وباستيز. ميجو ويجز وباستيز. ميجو ويجز وباستيز. ميجو ويجز وبيست. ميجو ويجز وباستيز. وعملت تيك توك مع خالد مختار وويجز. دي ضريبة الفترة الأولى في الشهرة، هي دي. أنت في أول ما تبدأ تتشهر في شلة هتكلمك تقول لك ممكن تبقى صاحبنا، أقول لك إحنا عازمينك هنروح النهارده نقضي يوم وكده، مشاهير يعني، فأنت هتتبسط وتروح معاهم. بعد كده هيعدي سنين وهتندم على اليوم ده، وهيفضل الفيديو موجود على النت، واحد زيي هيجيبه في يوم من الأيام. أنا متأكد إن ويجز وخالد مختار لو شافوا الفيديو ده دلوقتي بتاعي ممكن يعملوا كوبي سترايك، بس مش عايزين حاجة زي كده تظهر. ميجو ويجز وباستيز. دي أحلى حتة في الفيديو. ميجو ويجز وباستيز. شكرا للصدفة إنها ظهرت لي الفيديو ده. شيل انا نفسي ابقى بشله زي دي، يا رب شله زي ده، يا رب يا رب. انا نفسي ابقى انا وفرح رشدي بس. بص الصوره من بره، يا لهوي. اكونت الفيسبوك اللي عمرك ما هتعرف تمسحه. تنحبوا بكرة حلوة طيبة، بكرة تنحبوا بكرة حلوة طيبة. الواد ده تحس انه عايز يقول مجنونه، انت مجنونه، انت هتجننيني كده يا ست البنات، عمرك ما هتكبري. بنتي اعمل ايه بنتي؟ اعمل ايه بقى بنتي؟ أنا بتطلب هذه ماما يهديني وأنا ما بيك يا اسطى ايوه يا اسطى، الوسامه يا اسطى، عارف هتصاحبها قريب صح؟ فاهم، انا فاهم انت بتعمل ايه يعني، انا فاهم. انت من ساعه ما اشتريت مكنه وانت خلاص، وانت بتضحك الضحكه اللي هي. بص يا ستي، الماسكارا اللي انا بستخدمها من اول ما بدات احط ماسكارا سيبها 3 دي تاني، جت عليا فتره رموشي وقعت، ولما كنت بحطها كانت بتكتل وكان شكلي بيبقى مبيء. يا نهار اسود، ايه كل المصطلحات الوسخه، ايه الوساخه اللي انا سامعها دي؟ جت عليا فتره رموشي وقعت، ولما كنت بحطها كانت بتكتل وكان شكلي بيبقى مبيء. يا لهوي، يا لهوي على الكوليكشن. ليه كلامها يعني لون اخضر؟ واقول يا نهار ازرق، تعالي تاني. واقول نسيت ايه اكل الفقراء ده؟ ايه ليه بتاكل بطريقه الفقراء؟ عارف لما تعمل سندوتش شيبسي تروح ماسكه كده بايدك الاتنين وتقعد تاكل فيه؟ اكيد ما حدش عارف، اكيد ما حدش بيعمل كده. ليك عارف الفطيره الشيبسي لو كنت في مدرسه حكومه؟ واقول نسيت. مفيش حد هياخد اللقمه دي غير لو عنده عيل محتاج حقنه وهو مش عارف يجيبها له. انا ازاي بضحك وانا بقول جمله زي دي؟ طريقه الاكل دي بتاعت واحده شايله الهم لسه جايه من السوق الخضار. خلاص هوا ولا بنسى واشوف. فولي بقك بقى، فولي بقك بقى، فولي بقك. لا لا لا، انا خلاص، انا البت دي خلصت معايا كده، البت دي رصيدها من السطر خلص. ايه ده؟ هي دي البفه؟ هي دي الشله؟ انا عارف البنت دي عامه. تقف على المايك وانت غيبت فينا. بنسكيت في وسط ناو. ايوه انا عرفتكم. طفيت السوق. في السوق. انتوا عارفين انا بقالي كتير ما نزلتش السوق. ماشي، البنت دي مش عارف حد قاطع اصلا على الكوميونتي ده ولا لا، يعني هم شويه عيال كده بيبقوا على الفيسبوك دايما، بيبقوا بنات بيلبسوا كده وبينزلوا وسط البلد يسكيتوا. بتلاقي بقى في عيال تاني رفيعين قوي وعاملين مولت، راح منزل صوره البنت دي بوست على الفيسبوك وسبب لها الدين مثلا. بتلاقي بيف كده، بيف في ناس معينين قوي اللي عارفينه دول بيبقوا ايه بقى، هم مجتمع كله بينزل مثلا الزمالك بيقعد يستلف من بعض سجاير عند كليه فنون، بيجمعوا مع بعض ويجيبوا مثلا هايدرو معفن مرشوش وهايدرو فاسد. يعني انا مش قصدي ان البنت دي بتعمل كده، اكيد هي ما بتعملش كده، انا بتكلم على الكوميونتي يعني اللي انا شفته قبل كده بيشتمها يعني، لكن هي ما اعرفش بتعمل ايه طبعا، يعني كده احسن من كده بكتير وانضف من كده بكتير. انا ممكن اعمل كده وهي ما بتعملش كده. المهم ان العيال دول مش موجودين في اي حته، في جزء مظلم كده على الفيسبوك، ودلوقتي بداوا يجوا على التيك توك، بتلاقوا في بيفات بينهم وفي فيديوهات بتنزل. هتلاقي بنت مثلا مشهوره، في اتنين بيتخانقوا مع بعض عشان مصاحبين بنت من الزقازيق مثلا واسمها دوجا كات، بنت اسمها كده. واحده بتتخانق مثلا اسمها سندس هايمر مثلا، اسمها كده، ابوها اسمه هايمر عادي. ايه المشكله في العياط ان واحده يبقى اسمه هايمر؟ طبعا ما حدش قاطع على اللي انا بقوله ده وانا قاعد اقول اي كلام ولا حد فاهم حاجه. الله الله، ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ ده الصوره اللي امك هتوريها لك وتقول لك اختار منها. اتفضل يا عم، عندك حريه الاختيار، عايز دي ولا دي ولا دي، محدش هيضغط عليك. شوف انت عايز ايه. صبحيه مارتينيز، عايز سندس هايمر، دي الاكس بتاعت حسين اكس بلاك في 2019. ما تفتكرش ان هي جايبه لك فلاحين، يعني هم بينزلوا الزمالك عادي يشربوا هاي.
شنطه الميك اب بتاعت وراهم. شنطه الميك اب دي شنطه الميك اب، شنطه الديلر باين عليها. فاحنا لقينا عندها بلاشر اسود، حبينا نعمل عنه ريفيو. تمام، ايه رايك يا فنانه؟ الاول فنانه هنا قالت 10 من 10، مش عارفه ليه مجلخ معايا. يا نهار اسود، مجلخ معاكي؟ مش عارفه ليه مجلخ معايا. عايزين حاجه بينك بقى. لا انتوا لازم تبطلوا الكلام ده والله بجد عشان نفسكم. مجلخه معايا دي ما ينفعش حد يقولها. بطلوا بجد الكلام اللي ليه ريحه ده، انتقوا الفاظكم كده. لكن الطريقه دي مش عاجباني بقى، انا مش هقدر اتكلم اكتر من كده. معلش انا اسف. مساء الخير يا فندم، تطلبي ايه؟ الله سموزي بارادايس. عملوا اعلان سمور دول عدوا. مساء الخير يا فندم، تطلبي ايه؟ اهدوا سموزي بارادايس عامل لنا كومبو الصيف. اي حد بيروح اعلان سموزي بارادايس بيبقى راجل محترم وابن ناس. بس سموزي بارادايس المشكله ان هم كان معاهم 20,000 جنيه وقرروا ان هم عايزين يجيبوا كل الانفلونسرز زي بلبن بالظبط. معلش احنا معانا 20,000 جنيه عايزين نعمل ده. شوف بقى اتصرف بقى، هات لنا بقى. تفتكروا ايه اول حاجه الواحد ممكن يعملها بعد ما يتخرج؟ ايه؟ يروح يشتغل في سموزي بارادايس، ياخد الحد الادنى للاجور ولا هياخده حد. اول ما تتخرج بتروح رايح سموزي بارادايس. انا بروح بلبن الصراحه. حد هيقول لك انت مش ملاحظ انك عمال تهزر بعنصريه؟ ملاحظ، بس ليه اهزر بعنصريه؟ لان انا افقر من الناس دي. فالفقير من حقه ان هو هزر يتريق على الفقراء. لكن لو انا غني وشايفه لا ما ينفعش. اصل انا عارف الحاجات دي منين. اي حد هتلاقيه قاطع على حاجه تبقى عارف ان هو منها، يعني هو جاي من الحته دي. يا جماعه انا عايزه بس اوضح لكم حاجه، ان اصلا امتحانات القدرات بتاعت فنون جميله هي شغاله من بدري، عشان طبعا انا كنت هو فنون جميله اهو الزمالك، جبتش حاجه من عندي. ما كنتش اقدر ان انا اتكلم عن امتحان القدرات خالص. ولا لا انا اهو ريحه الايس بدات تطلع. بعد 5 سنين في فنون جميله، فاحب اقول لكم ان انا هنا علشان اساعدكم. فنون جميله 5 سنين ده يعني كويس ان هي لسه بني ادم. ربنا يعينك يا بنتي، ربنا يعينك انت واللي زيك يا رب. تعملي اعلانات لبلبن. كلمات كرنج البنات بيقولوها او في شويه بنات بيقولوها. اول كلمه البنات يا اسطى انت مش قادر تضحك، انت مش قادر تضحك، مش لازم تضحك، مش لازم تبقى عفوي. انت ممكن تقول الكلمتين اللي عندك وتمشي زي انا كده، اقعد ارزع كلمتين واغور في داهيه. البنات اللي بتقول على برودكت او فستان مثلا او حاجه قمر. هديكوا اكزامبل عشان تفهموا ماشي. مثلا الساعه دي، الله ايه الساعه القمر دي. يا اسطى تعملش كده يا اسطى. محمد طاهر مين؟ في يوم من الايام في سنه من السنين محمد طارق كان ارحم منك بكتير يا اسطى. ما تعملش كده، انت مش عشان خسيت لنا شويه هتبدا كرنج شويه بنات بيقولوا. اول بقى جمله بتتقال مثلا بيكون في فيديو اكل، مثلا حد بيحط صوص على حاجه مثلا، بتقول لك الصوص ده بقى نزل في قلبي مش معدتي. في بقى يا ابني انت بتضحك ليه يا ابني؟ يا ابني انت ما بتشاركنيش ليه اللي بيضحكك؟ وانت كنت عارف ذا بلايند شو؟ فهمت انا كده. الواد ده يروح بيسكيك قريب، فاكرين الواد بتاع هو ده عادي؟ ايوه هو الواد ده راح في الحته دي، بعد كده يطلع في سبيد ديتنج شو، خلاص بقى هيبقى كده الايمج بتاعته باظت، مش هيطلع في حاجه تاني. انا عارف قصه حياتك، عارف الدوره الحياتيه بتاعت الناس دي. بارت 8 من كلمات كرنج شويه بنات بيقولوها، والاديشن بتاعت النهارده. استنى بص عن كلمه كرنج دي. كلمة كرينج دي بقى بتستخدم كتير قوي، بقت عامله زي كلمة ترند كده. الكلام ده كله خلاص بقى بينم عن الجهل عامة، يعني كله بيقول كرينج. طب ما انت بتعمل فيديو، يعني انت في حد عنده الحد الادنى من الاحساس بالكرينج هيعمل الفيديو ده، هيعمل كده اصلا؟ هيضحك الضحكة دي. اول كلمة البنات مثلا لما تيجي توريها صورة بيبي مثلا او كلمة صغيرة او حاجة، تقول لها ايه رايك؟ تقول لك يا خلاص. تاني كلمة مش قادر اقولها الصراحة. يا اسطى انا نفسي احس معاك اي حاجه من انت حاسسها. احنا ليه مش متواصلين؟ ليه مفيش سلسله تواصل بيننا؟ انا ليه هنا وانت هنا؟ مش عارف والله. انت بتهزر مع مين؟ انت بتخاطب مين يا ابني؟ يا ابني انت مين الجمهور المستقطب من اللي انت بتعمله ده؟ مين يا جدعان؟ انا عايز اشوف الكومنتس. الاء زغبي، ساره، البنات اللي بتكتب فرانكو بقى. انا عرفت برضه الحته دي. خلاص عرفت انت بتخاطب مين. مش انا خالص، انا مع الناس اللي فاتت. معلش انا مع الشعب يا اسطى. فهمت خلاص. لا هزر، اتفضل اضحك. تالت كلمة بقى، وده موقف حصل لي مش كلمة يعني. واحد صاحبتي يا جماعة والله المفروض يعني 100 بني آدمة طبيعية. عملت ايه بقى؟ بعد كده في مرة بوريها معرفش صورة القطة يعني عندي كانت مخلفة كده، فبقول لها بصي قالت لي يا بطاطس. لا خلاص يا اسطى، خلاص مش هحاول اتواصل معاك كده. فينا يا جدعان الواد ده نوع الفانز بتوعه اللي هم الناس اللي معاه في الجيم مثلا. عارف الجيم اللي انت بتروح عشان عايز تتمرن زي البني ادمين، يقول اليوم هيعملوا معاك انترفيو تتمرن معاهم، بيعرفوا انت ساكن فين معاك عربيه نوعها هيجوا عشان بس جوه. معلش هدى الاتريبي جوه والله. ما ينفعش تحتك بعامه الشعب. هدى الاتريبي عملت مسلسل في رمضان قبل كده. معلش من تارجت فئه معينه، مش اي حد يعني، مش اي حد معاه 30,000 جنيه يجي يخش يعني. البنات اللي بتقول مثلا على بيج على انستجرام بيج. البنات اللي بتقول على ترينج سات مثلا حاجه ترينج.
تالت هو ليه البنات؟ ليه مش لو الراجل قال كده مش كرينج عادي يعني؟ لا يا اسطى معلش. حلو ده. يعني ايه بنت؟ مش مالهم البنات يا اسطى؟ هو انت ما عندكش غير البنات؟ وكل حد بقى يعمل له فيديو يطلع يتكلم على البنات يا جدعان؟ في يا جدعان تنسوش تعملوا سبسكرايب ويلا. اول كلمه معانا البنات اللي بتقول على اللايك لما لا ساعات انا باخد الموضوع لليفل اعلى، فبس يكون في فيديو عجبها او حاجه وتقول ايدي راحت على الله من واحده. ايش يا اسطى؟ بص انا مقدر ان انت معاك عربيه كهرباء وكل، يعني انا فاهم والله، بس عادي يعني بتقال عليه لاف يعني. في حتت اصلا هتلاقيه موجود مكتوب عليه كلمه لاف. الواد ده عامه لو في حد قاعد في قاعده وقال جمله فيها كلمه انجليزي غلط، الواد ده هيهتك عرضه، اقسم بالله انا عارف العيال دي. يا نهار ابيض، ده هو وهاديه غالب في فيديو واحد. انا ما تخيلت ان انا اشوف الاتنين دول، بس انا فهمت برضه انت فين. انا حسيت من الكومنتس بس انت فين. واثقه بقى في البضاعه. واثقه من نفسي 1% عشان انا عارفه انا بجيب ايه، عشان بدفع دم قلبي. هزاروا مع الناس الشعبيين بقى، بس صوت الشعب بقى مساجدة. عارف احنا بنعمل، عارف لما هنا الزاهد او كريم فهمي يروحوا عاملين تيك توك على سوزي الاردنيه طلب ابوس ايديكم. كلمه انجلش مش عارفينها ما نقولهاش. الحمد لله يا رب. ربنا عمال ينسفني في الفيديو ده والله. لو راجل قول كلمه انجليزي قدام غلط، شوف بقى اللي هيحصل فيك بقى. شوف بقى هتروح تفكر في ايه قبل ما تنام. ميجو ويجز وبستي. انا استنزفت في الفيديو ده. بس كده يا رجاله، ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب. ميجو ويجز وبستيز. ميجو ويجز وبستيز. ميجو ويجز وبستيز.